دي البوكس عباره عن زي ما انتم شايفين يا جماعه. ده طبعا باقي البيض اللي هو بيطلع منه طبعا. يعني هو بيفقس جوه هنا. بيفقس جوه هنا بقى. بتعدي زي ما انت شفت كده. هي الدفعه ما شاء الله هذا 5000 بيضه. دول 5000. السمانه اللي هي ديت السمانه الياباني. ماشي. دي الياباني وديت اللي هي البيضه البيض. ولكن ديت خش صور كده يا عمر طبعا. تمام. خش صور كده اهوت الكتكوت ده كله العدد اهوت. ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعه معاكم احمد شويبس، والنهارده طبعا اول حلقات السمان، وهنبتديها من اول ما طبعا ما نجيب البيضه، وهنشرح مع بعضنا. وطبعا زي ما احنا قلنا وعدناكم الحلقات اللي فاتت في المقدمه اللي احنا قلنا عليها، انا احمد شويبس وطبعا السيد الريس اللي هو مربي السمان ومنتج السمان. والنهارده هنتكلم طبعا احنا من الاول كده خالص. طبعا دوت المكان بتاع التفريغ. ده معمل التفريغ. ده معمل التفريغ. تمام. ديت عباره عن مكنه بتشيل 20000 بيضه. 20000 بيضه. تمام. دي بالنسبه للبيضه. انت شايف كده ماشي. ديت بقى بتحط هنا في المكنه ديت. طبعا هو البيض ده يعني البيض دوت انا بس يعني انا عايز افهم حاجه. بالنسبه للبيضه دي، البيضه ديت طبعا بتيجي عن انتاج تكسير زي اللي بيقول لك فيه مثلا مخصب. ده بيض مخصب زي ما قلت لحضرتك، يعني ناتج عن بالنسبه للامهات بنعمل قطيع الامهات البياض بتحط الذكر ب3 لتيان. ايوه تمام كده. فبالنسبه للبيض ده في كسر مخصص، في كسر ان هو ناتج عن ذكر. ايوه ناتج عن ذكر. محطوط عدد ذكور بعدد نتيجه. طبعا هي بيضه صغيره جدا يعني. احنا النهارده يا جماعه بنشوفوا يعني البيضه اللي بيجي منها الكتكوت السمان من الاول خالص، يعني من تحت خالص، زي ما بنقولوا احنا جايبينها من اول البدايه، من اول البيضه اللي بيطلع منها السمان. وطبعا ده المكنه بتاعت التفريغ بتاعتها. معمل التفريغ ده عباره عن مكنه زي ما قلت لحضرتك من شويه، ان هي بتشيل 20000 بيضه زي ما انت عايز بقى تقسمها 20000 ماشي، دوره واحده 3 دورات. ولكن هي بتقعد هنا 15 يوم في المكنه ديت. تمام كده. وبتيجي هنا بقى بتقعد هنا ايه؟ بتقعد هنا 15 يوم تتفضل هنا. تمام. مع درجه حراره 37.5. هنا بقى بتيجي في الهاتش. تمام كده. بتقعد هنا 3 ايام. تطلع بقى زي ما انت حضرتك ده طبعا الكتكوت. ده بقى الكتكوت. دي دفعه. تمام. لسه طالعه دلوقتي معدوده، وان شاء الله نص ساعه كده وهتنزل ايه الحضان. طبعا يعني هي بتيجي من هنا اهوت، وانت برضه بتحط البيض هنا. بتتقلب في البوكسه، بتقعد هناك وبتتقلب في البوكسه دي كده زي ما انت شايف. ايوه. بتقعد هنا بتتقلب في البوكسه دي. البوكس دوت الاسطمبه دي بتتقلب هنا. البيض بيقعد هنا 3 ايام بعدين يتعاد. بيقعد هنا بيبقى شغال عليه درجه الحراره 37 في الهاتش. درجه الحراره 37. بيقعد 37. هو بيطلع هنا بقى زي ما انت شفت كده. ده بقى كتكوت اهوت معدود. دي البوكس عباره عن زي ما انتم شايفين يا جماعه. كتكوت اهوت. ده طبعا باقي البيض اللي هو بيطلع منه طبعا. يعني هو بيفقس جوه هنا. بيفقس جوه هنا بقى. بتعدي زي ما انت شفت كده. هي الدفعه ما شاء الله هذا 5000 بيضه. دول 5000. طبعا يا جماعه احنا سبحان الله طبعا. وان الكتكوت بالمنظر دوت يبقى صغير جدا. كتكوت عمر يوم زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا ده الكتكوت الابيض اللي احنا الابيض البيور اللي احنا بنقول عليه. ايوه. ده اللي هو ده بالنسبه للسمانه اللي هي ديت السمانه الياباني. ماشي. دي الياباني وديت اللي هي البيضه البيور. ولكن ديت ايه خش صور كده يا عمر طبعا. تمام. خش صور كده اهوت الكتكوت ده كله العدد اهوت. طبعا يا جماعه هي مكان التفريغ زي ما احنا قلنا للسيد الرئيس. هو طبعا صاحب التفريغ وصاحب المكان اللي احنا طبعا بيفرغ، وهو اللي طبعا بيربي، وهو اللي بيخلي الدايره كامله من اول الكتكوت لغايه ما من قطيع الامهات البياض. تمام.
وبعدين بتبدا بقى زي ما انت قلت لحضرتك كده ان هي ديت بنقعد هنا 15 يوم في المكنه. ايوه. و3 ايام هنا في الهاتش. بعد كده بقى ديت الدفعه معدوده هات ان شاء الله في واحد جاي خير طبعا ينزل الحضان. بتبقى بقى طبعا طريقه التحضير بتبقى معقم. احنا النهارده يعني اول حلقه في تربيه السمان وضمان نجاح المشروع يا جماعه. كان معكم احمد عصام، وطبعا السيد الرئيس اللي هو متولي دوره. ربنا يخليك ان شاء الله. يعني في اي استفسار اي طبعا احنا النهارده طبعا زي ما احنا وعدناهم ان احنا هنبتدي مشوار السمان من اول عمر يوم لغايه لما يطلع، يعني تطلع الدوره كامله. انت بقى ابتديتها من اول البيضه. تمام. انت كده ابتديتها من اول البيضه. وطبعا زي ما هو وعدكم وانا وعدتكم في الحلقات اللي فاتت طبعا ان طبعا النهارده وريتكم. وطبعا هنا في عند استاذ السيد والارقام التليفونات موجوده عندكم، احنا هنتواصل معاكم. طبعا اللي عايز يربي واللي عايز طبعا في اللي هو المتحضن. طبعا احنا قلنا اللي هو المتحضن، يعني اللي عايز مثلا يشتري من الكتكوت عمر يوم مفيش مشاكل. وفي 15 يوم. بعد كده بقى في الفتره الجايه ان شاء الله في المرحله الحلقات الجايه هنصور واوريه لحضرتك على الطبيعه اللي هو عمره 15 يوم. طبعا احنا هنصور بقى بعد ايه في اللي هو السمان ده اللي هو ده برضه هيبقى موجود عمره 15 يوم. عمره 15 يوم بس طبعا ما بيبقاش بالحجم ده، لا حجم مختلف طبعا. وفي اللي هو من النوع الثاني اللي هو البيور الابيض البيور ده بعد 15 يوم برضه. تمام. وفي منه تسليم عمره 20 وفي سوبر جامبو يعني بكل موجوده ان هو يعني موجود اي حاجه. طبعا يا جماعه اللي عايز طبعا اللي عايز طبعا يستفاد مننا وان هو يربي سمان اهلا وسهلا. ده هدفنا طبعا انا والسيد الرئيس ان احنا نعرفكم الدنيا ماشيه ازاي. من اول طبعا مكان مش من عمر يوم، لا من هو من بيضه. وطبعا النهارده اول حلقه من الحلقات بتاعه تربيه السمان وضمان نجاح المشروع. الهدف اللي احنا عايزين نوصلوا له ان احنا نفيدكم. طبعا اللي عايز حاجه يكلمنا، واللي مش عايز حاجه عايز يستفاد بس من الفيديوهات بتاعتنا يستفاد. وطبعا ما تنسوش لايك وسبسكرايب. وكان معكم السيد الرئيس واحمد شويبس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.